ازيك يا حبيقي؟ طبعا هتسالني تقول لي يعني ايه حبيقي؟ هقول لك حبيقي دي يعني حبيبي عشان بحبك، ممزوجه بصديقي عشان انت صديقي، وفي صدق في الكلام اللي انا هقوله لك ده. تمام. وانا صغير انا كنت بلعب كوره، فجينا كان عندنا ماتش صعب جدا في اوسيم. طبعا عارفين يعني ايه اوسيم، هتروح هناك تطحن وتتضرب بالزلط وهتشتم وتتلق، بص هتتفشخ. قال لي لو كسبنا الماتش ده ليكوا عندي مكافاه كبيره. رحت حطيت جون، كسبنا 1-0. واحنا راجعين في الاتوبيس بقول له يا كابتن فين بقى المكافاه اللي انت تعملها لنا؟ لقيته بيديني طبق كشري، صلصه مكرونه، وكيس عصير بيست. قلت له ايه ده يا كابتن بيست؟ قال لي ايوه، بيست اوف ذا ماتش. قلت له هي مش كانت اسمها مان اوف ذا ماتش؟ قال لي انت بلغت. قلت له معلش ممكن لحظه. لا لسه ما بلغتش يا كابتن. قال لي خلاص يبقى تاخد البيست وانت ساكت. ده الحقيقه بعد كده فكرني ان انا ضيعت من عمري سنتين عشان خاطر كليه هندسه. انا دخلت كليه هندسه قسم مدني، وبعد كده دخلت جوه ثقب دودي، فضلت الف جوه الثقب الدودي، انا ما خرجتش منه لحد دلوقتي، واشتغلت حاجات كتير فشخ. طبعا يا صاحبي اللي انا بقوله لك ده ايه؟ يعلمك ايه؟ ولا اي حاجه خالص. يعلمك حاجه واحده بس، ان استمراريه السعي لا تعني حتميه الوصول للي انت عايزه، بس تعني حتميه الوصول للي ربنا عايزك تروح له. وسط الدربكه دي كلها والحاجات دي كلها، انا كنت هموت عشان ادخل مدني، دخلت مدني، وفي الاخر انا شغال دلوقتي بقالي 8 سنين سوفت وير، شغال بروجرامر يعني بمعنى اصح. حياتي بقت افضل، الدنيا بالنسبه لي بقت احسن، مش عشان خاطر بقى سوفت وير وبروجرامر وفيها فلوس، لا، بس عشان لقيت نفسي في الحاجه اللي انا عارف اعملها. طول الوقت في تفكير، طول الوقت في بروبلمز انت بتحلها، طول الوقت انت نفس الكلام. انت ممكن تفضل 9 وتيجي 9 تلاقي 10 عادي، انت فاهم؟ فما تزعلش، كيب جوينج واسعى، لان انت في الاخر كل الداتا اللي انت كولكتها دي وكل الداتا اللي انت هتجمعها دي هتوديك في حته انت تبقى جامد فيها في الشيخه. شكرا.